محمد علي عبود جاء فد عرض من الزوراء وكان قريب من تمثيل الزوراء. شوف، لو هم صعب انت تعوف جمهورك كامل كله جمهور قوة جوية وتروح للزوراء. صدقني احنا كلاعبين قوة جوية احنا نحكي لك على اللاعبين كلهم. يعني هوايد قدمت من عروض داخلية والعرض كانت مغري، يعني ازيد مضاعف من هسه احنا الماخذين بالقوة الجوية. يعني ايش قد يوصل كرقم؟ يعني ارقام يعني ما اريد اذكر كرقم وصلت لا تذكر نادي. شوف، وصلت 500 ووصلت 400 ووصلت 550 500 مليون 500 مليون و550 ووصلت 400. بس ما قدرنا نعوف هذا النادي، لان هذا النادي اول شيء اول فقره هو صاحب فضل علينا. فاحنا شوف، انا بالنسبه لي انا الشيء اذا اشوف شخص صاحب فضل عليه صدقني ما راح. بس انت هم كنت قريب من الانتقال. شوف ابد، هاي كان حكي. قعدت ويا اداره الزوراء وسولفت وشنو؟ لا ابد، ولا قاعد ويا اداره الزوراء ابد بحياتي كلها. يعني انت ممكن مستقبلا اذا جاك عرض من الزوراء ما تمثله يعني؟ امثله بس الا بشرط واحد، الا نادي القوه الجويه يستبعد محمد علي عبود، يستغنى محمد علي عبود، اوكي ما بيها شيء. لان هذا احنا باحتراف اليوم. احنا اليوم كلاعبين شيء اكيد انا ما عندي غير كره القدم، شيء اكيد انا اطمع، شيء اكيد. بس انت جاوبنا على سؤال. اللاعب بالوقت الحالي يلعب من اجل ماده لو شعار؟ بالنسبه لنا انا جاي اشوف على شعار شيء كل لاعبين قوة جوية. هو شعار انا وياك. هسه انا اليوم العب خاطر الشعار وبقيه اللاعبين، وروح اسال ورانا وسال اكو عالم منطقنا ازيد بالما اعطونا نادي القوه الجويه ما قدرنا نطلع. اذا شنو؟ نحب الشعار. انت اوكي، انت اليوم من انا اسوي مشكله على مود مستحقات الماليه، انا ادري بك انت عندك يعني عندك حل، عندك مخزون انت يجيك كل شهر هالقد. يعني اكو بالخزين كل شهر، بس انت ما مطلعها. لا انت عندك. انا احكي عن نادي، انت مثلا انت اكو عالم تقول والله على مود مستحقاته محمد قعد او فلان لاعب قعد او فلان، هذا ما يحب الشعار. لا بالعكس، احنا نحب الشعار كل زين، بس احنا ندري النادي بماده. النادي اكو فلوس. زين انت شنو ما تنطي للاعب؟ انت اللاعب انا اليوم جاي اتعب بالملعب، جاي انطي كل ما عندي، جاي اتعب حتى نفسيا، لا سمح الله بالخساره وبالتعادل لا معرض ما راح للاصابه انت. لا ما راح ارجع انام قبل واحط راسي وانام. لا شيء اكيد راح ابقى ثاني يوم انا ما نايم بالخساره. شيء خساره ولا تعادل. لان القوه الجويه، شوف جمهور القوه الجويه اخر هاي السنين هسه هاي اللي راحت تعلموا على فوز، علموا على بطولات. يعني هم احنا مطالبين بالبطولات. فلهذا السبب احنا بالعكس ماكو لاعب ما يحب ناديه. مستحيل اليوم تجيب لي لاعب ما يحب ناديه، بس هي بقت هنا التقدير.